جعلتك يا مصر في مهجتي، وأهواك يا مصر عمق الهوى. إذا غبت عنك ولو فترة أذوب حنينا وقاسي النوى. هذه كلمات الرائع الراحل رجل الفكر والمبادئ الذي عاشق تراب هذه البلد. يعني بننعي بكل الحزن والأسى قداسة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وسائر بلاد المهجر، الذي عاشق تراب هذه البلد وخدمها على مدى 40 عاما، وهو البابا 117 على الكرسي البطريركي. رجل أحب هذه البلد وخدمها، كان زعيما توافقيا انتزع القلوب حبا من كل المواطنين على اختلاف عقائدهم، مسلمين ومسيحيين. عشان كده النهارده قررنا ان احنا نكون بنخصص حلقتنا لهذا الرجل، حبا منا وتقديرا له، لكن طبعا لو مهما تكلمنا مش هنقدر نوفيه حقه. ومعانا للحديث في هذا الامر المهندس يوسف سيدهم، رئيس تحرير جريده وطني وعضو المجلس الملي. شكرا لحضورك معانا، وبنرحب بيك معانا جدا جدا. ألف شكر. يعني على مدى سنين هذا عددها عرفت حضرتك البابا شنودة عن قرب. بداية نفسي ناخد فكرة يعني عن شكل العلاقة والانطباعات اللي سابها شخصية عظيمة زي قداسة البابا عند حضرتك. قداسة البابا شخصية فارقة في تاريخ الكنيسة. بالقطع أنه علاقتي بيه كانت علاقة بنوة بأبوة، ولمستها في مناسبات كثيرة على قد المهابة بتاعة المنصب، إنما كان عنده سحر بيذيب المسافة اللي بينه وبين أي شخص، وبيظهر حميمية بتأثر القلوب. أنا أذكر أنه اللقاء المباشر اللي كان وجه لوجه، وأنا كنت برتعد لما دعيت إليه، كان على أثر رحيل والدي أنطون سيدهم سنة 1995، وكلمني الأنبا يؤنس سكرتير قداسة البابا آنذاك، وقال لي في ميعاد متحدد لأنه سيدنا عايز يقعد معاك. وأنا ارتجفت بشكل شخصي، وكانت أول مقابلة. أنا ما كنتش مؤهل لهذا، وما كنتش عارف هقول إيه. ولقاء شخصية عظيمة زي البابا لازم الواحد يعمل له ألف حساب. لا تتصوري ازاي بعد 5 دقايق انتزع مني كل الرجفة والرهبة، وقال أنا قلق جدا على جريدة وطني، ويهمني أطمئن إن الأمور هتستمر كما تركها الأستاذ أنطون. وبعد كده اللقاء مضى بعد ما هو تولى إذابة الجليد، وكانت بداية علاقة دافئة تحولت إلى علاقة حميمة بعد كده. يعني باشمهندس، يمكن الوقت ده مخصص طبعا لحضرتك، حضرتك الضيف الأساسي، لكن اسمح لي أضم صوتي صوت حضرتك، لأنه أنا شخصيا برضو أول مقابلة ليا مع البابا وكانت يمكن سنة 2000، وكنت لسه مذيعة مبتدئة أول مرة أنزل قدام كاميرا، وكانت في اللقاء المحبة والمائدة الإفطار اللي بيعقدها قداسة البابا كان كل سنة في شهر رمضان لكل الأحبة. فكنت الأول مرة برضو بلتقي بيه، وكنت أرتجفه، وكانت كل تلفزيونات العالم واقفة حواليه، وكنت واقفة بعيد وحاسة انه مستحيل من المستحيلات اني اعرف اوصل له. لقيته ساب كل التلفزيونات دي وجالي وقال لي ها اسألي. وبدأت أسأل وأسأل وأسأل، ومش سؤال واحد، سألت كل الأسئلة اللي عندي، وقال لي ها خلصتي؟ قلت له أشكرك. فأنا بتفق مع حضرتك جدا ان هو بيذيب الجليد، وهو اللي بيأتي بالمبادرة دايما. أيوه حقيقي. يمكن بدأ الكتابة في جريدة وطني اللي حضرتك بترأس تحريرها باشمهندس يوسف سيدهم من عام 66، وكان لسه أسقف للتعليم، وكان أول أسقف للتعليم. يعني عندكم الحقيقة تراث مش عادي لقداسة البابا من عام 66 حتى وفاته. شايفين انه هذا التراث ازاي ممكن يستفاد بيه او يستغل في الفترة الجاية؟ احنا الحقيقة قداسة البابا اصطفى جريدة وطني بذخيرة
طويلة وعزيزة علينا وعلى قراءنا من فكره ومن كتاباته. كان ليا بغض النظر عن دوري كقارئ كنت من الحين والآخر أهتم بأن أنا أقرأ الكتابات بتاعت قداسة البابا، لكن من الناحية الاحترافية سنة 2008 عبر السنة بكاملها كنا بنحتفل بمرور 50 سنة على صدور جريدة وطني، لأنها ظهرت سنة 1958. فكان من ضمن الخطة بتاعتنا إن احنا نفتش في أرشيف وطني عبر 50 سنة. واكتشفت في هذا البحث والجولة والرحلة في أرشيف وطني كنوز كتبها قداسة البابا زي ما حضرتك ذكرتي، من لما كان أسقف للتعليم وحتى السنة اللي سبقتها. وعرضنا كتير على القراء نماذج من كتابات وفكر قداسة البابا. أنا بحب أذكر أنه لو كنا هنقيس الكتابات دي بالعمق اللاهوتي يصح أن احنا نجد أن في كتابات تنافس أو تتفوق، لكن سحر كتابات قداسة البابا هي قدرته على النفاذ إلى عقول وقلوب البسطاء بمعاني سلسة، والقراءة فيها جذابة جدا. دي حقيقة. حضرتك سبق أن قلت أنه في ظل حبرية قداسة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث أصبحت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية منفتحة على المجتمع ولم تعد مجرد مظلة روحية، بل أصبح لها دور وطني اجتماعي وتعليمي وثقافي. احنا عايزين نتوقف، يعني مش هنقدر طبعا نغطي كل الجوانب، بس على الأقل إن كنا بنتكلم على الجانب الوطني محتاجين حضرتك تكلمنا أكتر عن هذا الجانب. النموذج اللي قداسة البابا أضافه ومن ضمن الملامح اللي بتخليني أقول إنه علامة فارقة في تاريخ بابوات الكنيسة نموذج الكنيسة الوطنية. الكنيسة كمظلة روحية لرعيتها من الأقباط إنهم يمارسوا حياتهم الروحية، نموذج مفهوم وبديهي وقام به بابوات الكنيسة عبر تاريخها. لكن الكنيسة اللي بتقدم نفسها للمجتمع كمؤسسة وطنية بتشعر بالمجتمع، بتشعر بتحدياته، وبتقدم أبنائها كجزء من هذا المجتمع، ده كان الفضل فيه يرجع لقداسة البابا. قداسة البابا في بدايات مجيئه على طول قدم نفسه للمصريين في موقف الكثيرين في مجال الصحافة اللي أنا بنتمي ليه يذكروه، ويمكن الكثيرين في خارج هذا المجال برضو يذكروه، لأنه ذهب وألقى محاضرة في نقابة الصحفيين. ولما ذهب وألقى المحاضرة في نقابة الصحفيين، بس اسمحي لي أصحح نفسي لأن الكلام ده كان قبل ارتقائه للبابوية وهو أسقف للتعليم. وأنا بذكر ده لأنه كان في الجرعة بتاعة الكنيسة الوطنية. كانت مصر تعبانة جدا على أثر النكسة بتاعت 67، وقداسة البابا راح لنقابة الصحفيين واتكلم عن الكنيسة الوطنية، واتكلم على انه ما تروج له اسرائيل من ان دولة اسرائيل جاءت لتتمم ما كتب في الكتب المقدسة، ده مش ايمان الكنيسة القبطية الارثوذكسية، وانه إسرائيل التي جاءت في العهد القديم دي ماضي جاء ماضي حدث ليقوم بدور، وهذا الدور انتهى، وأن إسرائيل الموجودة حاليا لا علاقة لها
ب هو حقيقة قداسة البابا كان فعلا ضد التطبيع وضد العلاقات مع إسرائيل، حتى أنه منع الأقباط أن هو يروحوا القدس، غير طبعا ايديهم في ايد اخواتهم المسلمين. كان ليه مواقف الحقيقه حاسمه كتير قوي على المجال المحلي وايضا العربي. لكن عايزه كمان اتطرق للمجال العالمي. يمكن وفاه البابا شفنا ردود افعال عالميه، الجرائد كلها والمجلات العالميه كلها كتبت عن الامر، وبعض رؤساء الدول من ضمنهم باراك اوباما رئيس الولايات المتحده الامريكيه خرج على طول وقال تعازي للشعب المصري والشعب القبطي في كل انحاء العالم. تأثيره على المستوى العالمي يعني عايزين نشير إليه برضو. قداسة البابا جولاته المكوكية اللي كان بيقوم بيها لتفقد أحوال الأقباط في الدول اللي موجودين فيها، سواء في الدول الأوروبية أو في أمريكا أو في أستراليا، عرفت الشعوب دي بشخص البابا، وكانوا بيتابعوا أخباره وتحركاته بالظبط. وكانوا بيشوفوا ان انتقال الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ما كانوش يعرفوا عنها، لأنه شعوب كثيرة كانت تعتقد أن الكنيسة الشرقية هي الكنيسة البيزنطية أو الكنيسة الروسية أو الكنيسة اليونانية. لكن كل الأجانب اللي انفتحوا على تاريخ الكنيسة القبطية ذهلوا من عراقتها ومن أصالتها، واستوعبوا أنه أتباع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الأقباط يشكلوا أكبر أقلية مسيحية في الشرق الأوسط. صحيح صحيح. فقداسة البابا كان شخصية بتتردد على السمع والبصر في رحلته المكوكية، ولم يخلو الأمر أولا لإتقانه اللغة الإنجليزية، لم يخلو الأمر من تواصله مع الميديا بره ومع بعض الشخصيات السياسية، وكانوا يحترموه جدا إنه لم يغير كلامه خارج مصر عن كلامه داخل مصر. وكان باستمرار مهما كانوا بيحاولوا يستدرجوه انهم متعاطفين مع الأقباط متعاطفين مع الكنيسة، كان يقول لهم الكنيسة القبطية كنيسة مصرية والأقباط مصريين، وأنا أرفض التدخل في شؤونهم تماما. يعني انا اسمح لي باشمهندس يوسف سيدهم اضيف على كلام حضرتك انه يمكن كمان اللي ساعد في انتشار الكنيسه القبطيه وجعل ليها كمان اسم ان هو كمان رسم اكثر من 100 اسقف في حياته و400 كاهن يعني على مستوى دول العالم اجمع. هل حضرتك شايف انه مع رحيل قداسه البابا دور الكنيسه القبطيه الارثوذكسيه هيختلف، ولا هو رسخ مبادئ ووضعها لن تتغير؟ التراجع للوراء صعب جدا تصوره. الكنيسة نضجت وازدهرت واكتسبت صفات خارج إطار المحلية، وده لا تراجع عنه. لأنه كمان قداسة البابا الإنجاز بتاع نقل الكنيسة من المحلية إلى العالمية ما كانش لمجرد انه شركة وبتأسس لنفسها فروع في دول. الكنيسة وده من ضمن الدور الوطني اللي احنا بنذكره لقداسة البابا، هي اصلا خرجت ورا ابنائها اللي هاجروا من مصر. صحيح. خرجت عشان توفر لهم المظلة الروحية وتحافظ على الذخيرة المسيحية اللي خرجوا بيها من مصر، وخرجت عشان تحافظ على ارتباطهم بوطنهم الأم، وحتى لا تذوب الهوية المصرية واللغة وكل شيء، والترابط بين مصر أو البلد الأم وبينهم في بلاد المهجر، عشان الهوية بتاعتهم المصرية لا تذوب في الهوية بتاعت المهجر. كلام عن المهجر أو المهجر زي ما حضرتك ذكرت، أنا مش عايزة أسيب النقطة دي الحقيقة. يعني شفنا شوية خلال اليومين الماضيين بعد رحيل قداسة البابا ناس كتيرة قوي من الأقباط فكروا في الهجرة، والحقيقة ده أمر مزعج جدا. حضرتك شايفه إزاي؟ يعني هل
يعني كنا بس ده اللي بيربطنا بالبلد، ولا هل هم شايفين ان اللي جاي صعب ولا ايه؟ ليه فكروا يا ترى في الهجرة؟ حضرتك شايفه ازاي؟ بالقطع ان في شريحة من الأقباط منزعجة من المرحلة الانتقالية اللي بتمر بيها مصر، وبالقطع زيهم زي المصريين، بس الأقباط دايما بنقول ان هم بيحملوا جرعة اكتر شوية، مفتقدين الأمان والاستقرار. على قد حماسنا لثورة 25 يناير، وعلى قد الآمال اللي بنعقدها على أن مصر جاري إعادة تشكيل مؤسستها، إلا أنه الملف القبطي لم يتقدم خطوة بعد ثورة 25 يناير، وده بيورث جانب من الأقباط هواجس وقلق على المستقبل. لما بنيجي بنضيف على هذا انه سند قوي زي قداسة البابا بتحل المشيئة الإلهية أن يتركنا ويرحل، صحيح. ده بيضيف علامات استفهام. فأنا على المستوى الشخصي لازلت متشبث بهذا البلد، ولازلت عندي الإرادة أن أنا أقاوم وأن أنا أشارك في الانتقال إلى الأفضل في المرحلة الانتقالية. يعني يا ريت يا فندم كل الناس، باشمهندس يوسف سيدهم، كل الناس تفكر زي حضرتك فعلا، انه يفضل متشبث بهذا البلد، وانه ده بلده ووطنه وليه اكيد دور فيه. عايزه اتوقف عند الوقت او الظروف الحاليه. يعني رحل عنا البابا فعلا زي ما حضرتك ذكرت في وقت صعب، مقبلين على انتخابات رئاسيه، وايضا وقت تحديد اللجنه التاسيسيه للدستور. كيف ستتعامل الكنيسه مع هذا الامر، مع هذا الظرف في الوقت الحالي؟ انت لمستي موضوع في غاية الأهمية. احنا مرينا بأوقات قبل ثورة 25 يناير كان في ناس بتختلف تقييمها لعلاقة الكنيسة بالسياسة. احنا عارفين انه نتيجة ميراث المتاعب اللي كان من أواخر سبعينيات القرن الماضي لغاية الوقت اللي احنا فيه، نشأت علاقة مباشرة بين الرئيس حسني مبارك وبين قداسة البابا شنودة. وأقباط كثيرين من اللي كانوا بيعانوا من الفرز والتهميش ومش مطمئنين على مواطنتهم في بلدهم كانوا انسحبوا عبر السنين دي إلى داخل الكنائس. وبالتالي لما نشأت العلاقة المباشرة بين قداسة البابا وحسني مبارك اطمأنوا إلى هذا، واطمأنوا إلى أن الكنيسة هتمثلهم أمام الدولة وأن هي هتحمي حقوقهم. لكن في جانب آخر من المصريين وأنا لا أخفي أن بنتمي إليه كان منزعج من نمو هذه العلاقة، لأنه دي بالرغم من أن قداسة البابا كان صمام أمان وأن العلاقة دي كان ليها إيجابياتها في أنه الدولة لم تتحمل في أي ظرف غضب قداسة البابا، ومع أن غضبه ما كانش غضب عنيف، ما كانش غضب بيهدد بأي سلاح، إنما مجرد سلاح الغضب والصمت كان بيحرك كل أقطاب الدولة ويسارعوا ليذهبوا ليهدئوا من غضبه ويحاولوا ان هم يصلحوا الامور. المشهد ده كله كان له جانب سلبي، انه بيعطل خروج الاقباط ومشاركتهم في مؤسسات الدولة ومشاركتهم في المنابر السياسية. لما جت ثورة 25 يناير انفتحت الحلبة السياسية وسمح لأحزاب جديدة ان هي تنضم الى الساحة، وخرج الأقباط عشان ينضموا الى هذه الأحزاب، واعتبرنا ان دي ظاهرة صحية. فلما بنفتح هذا الملف الآن أين نحن ذاهبون؟ لا، أنا عايز أقول لك ان احنا موجودين ونكاد نكون نضجنا في فترة صغيرة
أننا نستطيع أن نشارك ونستطيع أن نمثل أنفسنا في المؤسسات السياسية، وما فيش الاعتماد الكامل اللي كان على الكنيسة حتى تمثلنا أمام الدولة، حتى إن الكنيسة نفسها بعد ثورة 25 يناير وعت الرسالة إن جاء الوقت اللي ترجع تشجع أبنائها إنهم يخرجوا ويشاركوا، والكنيسة عملت كده. باشمهندس يوسف، حضرتك حضرت الاجتماع الطارئ الذي عقد يوم الأحد الماضي بين المجمع المقدس والمجلس الملي العام، عايزين نعرف ايه أهم ما طرح في هذا الاجتماع الطارئ؟ الاجتماع ده كان متوقع، لأنه في ظرف رحيل البابا بينظم اجتماع طارئ بيجمع بين المجمع المقدس، مجمع الأساقفة والمطارنة، والمجلس الملي العام. وتولى رئاسة هذا الاجتماع الأنبا بوخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، لأنه الأكبر سنا. وتولى سكرتارية الاجتماع الأنبا بشوي مطران دمياط وكفر الشيخ والبراري، ولأنه في نفس الوقت سكرتير المجمع المقدس. وحضر الاجتماع 50 من الأساقفة والمطارنة. لا، اسمحي لي أصلح نفسي، 60 لما تم حصرهم في نهاية الاجتماع كانوا 60. وحضروا 15 من أعضاء المجلس الملي العام اللي يبلغ أعضاءه 24. ال60 اللي هم الأساقفة والمطارنة يكادوا يكونوا نصف عدد المجمع المقدس. الاجتماع كان معني بوضع كل الترتيبات لما سيحدث في تشييع جنازة قداسة البابا، وكل الترتيبات التفصيلية، ووضع البرنامج بتاع متى تكون الصلوات، من سيأتي، كيف ستتم الاستقبالات والاستضافة، وماذا سيتم بعد الصلوات والكلمات التي قدر أنها ستستمر على مدى ساعتين. وأنا عرفت في هذا الاجتماع، لأن أنا كنت سئلت قبل ما أروح، قداسة البابا هيدفن أسفل الكاتدرائية المرقسية في مكان معد ولا فين؟ فعرفنا في الاجتماع أنه بناء على وصية قداسة البابا سيدفن في دير الأنبا بشوي، اللي هو المكان الرهبنة اللي هو كان مترهبن فيه، المكان اللي هو نفس الدير يعني. هو قداسة البابا لما كان الراهب، مش متذكر اسمه، لكن بعد كده لما كان الأنبا أنطونيوس أسقف التعليم، كان أظن كان القس الراهب أنطونيوس السرياني، فهو ترهبن في دير السوريان. إنما بعد كده كان المقر بتاعه الدائم اللي بيذهب له كل أسبوع هو دير الأنبا بشوي، وعشان كده سيدفن هناك. هل في هذا الاجتماع الطارئ تم مناقشة أو طرح أسماء أو كيف سيتم ترشيح البطريرك الجديد خلفا لقداسة البابا؟ النية معقودة على أعمال اللائحة، واللائحة اللي بترجع لسنة 1957 واضحة، وهي اللائحة اللي تم اتباعها بعد نياحة البابا كيرلس السادس، وأتت بقداسة البابا شنودة. أهم ما ينص عليه اللائحة أو شروط أو مقاييس اللي بيتم الاختيار عن طريقها والترشيح على أساسها لكرسي البطريرك. الخطوة الأولانية أنه بعد نياحة البابا وفي فترة لا تتجاوز 7 أيام يجتمع المجمع المقدس مع المجلس الملي العام لانتخاب قائم مقام بطريركي يتولى إدارة شؤون الكنيسة ويتولى الترتيب لخطوات ترشيح وانتخاب البابا القادم. هذا الاجتماع
تم تحديد ميعاده يوم الخميس المقبل الساعة 12 ظهرا عشان يتم انتخاب القائم مقام البطريركي. عشان كده أنا عايز إن احنا ما نخلطش بين رئاسة الأنبا بقوميوس لاجتماع الأحد الماضي وبين إنه سيتم انتخاب القائم مقام البطريركي في اجتماع الخميس المقبل. وتم الاتفاق أيضا على إنه بعدها مباشرة سيعلن المجمع المقدس عن فتح باب الترشيح لتلقي الترشيحات لمنصب البابا. عايزين توضيح اكتر باشمهندس في النقطه دي بالذات، يعني كيف يتم الترشيح وعلى اي اساس ومين اللي بيرشح البطريرك؟ من له حق الترشح الرهبان في الأديرة، وهناك شرط للسن، وهناك شرط لمرور 15 سنة على الأقل على الاندراج في سلك الرهبنة. وأتصور، لأنه دي أنا مش متأكد أنها موجودة في اللائحة، أتصور أنه تبعية الراهب لدير من الأديرة قد تقتضي أن يتم تعزيز طلب ترشيحه من رئيس الدير. المفروض بيتجمع كم اسم وازاي بنوصل لفكرة القرعة الهيكلية، وعايزين برضو شرح تبسيطي للناس ايه هي القرعة الهيكلية. الأساقفة العموميين المرسومين على خدمة مصرح لهم أنهم يتقدموا بالترشح، ويمكن ناس كتير عايزة تستوضح لماذا الأساقفة العموميين فقط. التقليد الكنسي بيقول أنه الأسقف المرسوم لرعاية شعب إبرشية من الإبرشيات لا يترك شعبه إلا بالممات، وبالتالي أظن أن الباب غير مفتوح لتلقي ترشيحات الأساقفة متولين إبرشيات أو مسؤولين عن مناطق، عشان نكون بنوضح. يمكن كلمة إبرشية ممكن ما تبقاش واضحة لبعض الناس، ممكن تكون مسؤول عن منطقة أو عن شعب منطقة معينة. بالظبط كده. يعني أنا عارفة حضرتك كاتب صحفي وما ينفعش ننهي كلامنا من غير ما تسطر لنا بعض الكلمات كده، تقول لنا فيها كلمات كابن وصديق للبابا ومعاملات شخصية مباشرة. حضرتك تقول لنا في كلمات بسيطة، كلمات من قلبك للبابا. أنا أذكر موقف وبعتبره نموذج للقيادة الحكيمة حصل في اجتماع من اجتماعات المجلس الملي العام في ضوء احتقان شديد جدا في حدث كان متعب للأقباط، وكان المجلس الملي بيموج بالانفعالات، وكان بيطالب قداسة البابا بأنه المجلس يصدر بيان شديد اللهجة لشجب ما حدث ولمطالبة الدولة بإصلاح الأوضاع. أنا أذكر أن قداسة البابا قال: شوف يا حبيبي، أنتوا كلكم لكم ثقلكم ولكم علاقتكم ولكم مراكزكم في المجتمع، اذهبوا وحاولوا إصلاح الأمور إما فرادى أو مجموعات، ولكن اتركوني لأكون الملاذ الأخير إذا الأمور خرجت من حدود السيطرة. دي كانت حكمة قداسة البابا، إنه ما كانش يترك الأمور تخرج عن حدود السيطرة، وباستمرار كان بيسيب نفسه إنه في الآخر يقدروا يلجأوا له عشان احتواء الأمر. ده نموذج أنا باستمرار بفتكره. يعني هو الحقيقة شخص مليان بالحكمة، ما يكفيش حلقات وحلقات ان احنا نكون بنتكلم عنه، لكن بشكرك انك حضرتك كنت معانا النهارده، وطبعا كلمتنا عن مواضيع في غاية الأهمية. نشكر المهندس يوسف سيدهم الكاتب الصحفي، كمان رئيس تحرير جريدة وطني وعضو المجلس الملي. نشكرك جدا يا فندم، كنت ضيف عزيز علينا. ألف شكر. شكرا. مشاهدينا، حقيقة يعني بنعزي كل الشعب المصري والقبطي في حول العالم. عزائنا انه فعلا هو في مكان افضل، وان هو كان دايما حتى وهو على الارض
عينه على السماء. عشان كده خلوني أختم بكلمات بسيطة من شعر قداسة البابا. الحقيقة أنا لما قريته حرك كل وجداني. بيقول فيه كده: لست أدري كيف نمضي أو متى، كل ما أدريه أن سوف نمضي، في طريق الموت نجري كلنا، في سباق كلنا في إثر بعض. مشاهدينا، شكرا لمتابعتكم، ونشوفكم بكرة وفريق عمل جديد ولقاء خاص.